النهاردة الدولار قدام الجنيه عمل حركات غريبة ما بين استقرار نسبي في البنوك وفارق بسيط بين أعلى وأقل سعر. وكالعادة السوق السوداء عاملة حركاتها. أعلى سعر شراء كان في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس بيقولك إحنا الملوك 48.21 جنيه. وراهم بنك القاهرة على استحياء بين 28.20 جنيه. أما أقل سعر شراء هو في بنك التعمير والإسكان جايب اخره ب 47.95 جنيه. يعني الفرق بينه وبين الاعلى حوالين 26 قرش. اما بقى بالنسبه للبيع، فاعلى سعر بيع برضه ابو ظبي الاسلامي وقناه السويس متصدرين المشهد ب 48.31 جنيه. واقل سعر بيع في التعمير والاسكان ما زال محافظ على لقب الارخص ب 48.5 جنيه. في البنوك الكبيرة بقى زي الأهلي المصري وبنك مصر 48.12 ل 48.15 للشراء، والبيع من 48.22 ل 48.25. وبنك الإسكندرية ثابتين زي التمثال 48.12 و 48.22 للبيع، وكمان معاهم بنك التجاري الدولي. أما البنك المركزي بقى نفسه قال 48.7 للشراء و 48.20 للبيع. تحليل سريع كده، البنك المركزي لسه ماسك السوق بحرفنة. السيولة في البنوك عاملة زي الطاسة المستوية شوية. بره في العالم الدولار بيجري ضد عملات تانية، وطبعا ده بيأثر علينا. بالنسبة بقى للسوق السوداء، الحكاية الكبيرة هي عبارة عن هناك الدولار مزاجه مش ثابت. سجل 47.50 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع، يعني أعلى من البنوك نفسها. أمثلة سريعة عشان تحس بالوجع: 5 دولار يساوي 238 جنيه، 25 دولار يساوي 1188 جنيه، 100 دولار يساوي 4750 جنيه، 500 دولار بيساوي 23750 جنيه. يعني باختصار يا صاحبي، الدولار عامل زي واحد مزاجي، ساعة يهدى وساعة يولع، وانت كل اللي عليك تمسك أعصابك وتتابع عشان ما تتلدغ.